سمعت صوت درج من ادراج التلاجة بيتفتح، ولما قمت فضلت واقف متنح ما كنتش مصدق عينيا. الدرج مفتوح فعلا وجواه جثة. انا متأكد ان الجثة دي ما كانتش موجودة. انا لسه متمم على كل حاجة، وقبل ما اروح اشوف الكشوفات لقيت الدرج اتفتح لوحده. السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اظن المرة دي ما اتأخرتش عليكم اهو، زي ما وعدتكم يوم الجمعة، وان شاء الله الجمعة من كل اسبوع الساعة 10 هيكون نفس القصة عندنا ثابتة. فيلا بينا من غير اي كلام كتير نجهز طقوس سهرتنا، وهي تطفي النور من حواليك وتبقى قاعد في الأوضة لوحدك لو قلبك جامد، وتجهز سماعتك علشان تستمتع اكتر بالقصة. وكمان قصة النهاردة كتبها لنا الكاتب المبدع والمتألق فهد حسن. ومن غير كلام كتير يلا بينا نبدأ الحكاية. أنا منصور وشغال في المشرحة من 25 سنة. أغلب عمري راح في وردية بالليل لحد ما نسيت شكل الشمس، وبقت المشرحة هي كل حياتي والجثث صحابي اللي بتونس بيهم. وما اكدبش عليكم، في الأول أنا لما كنت بدخل المشرحة رجليا بتترعش وأبص لكل درج من أدراج التلاجة وأنا مرعوب وكأن الجثث هتخرج تموتني. لكن بعد كام سنة اتعودت على الشغل، لاني بقيت كل يوم اشوف جثة داخلة وجثة طالعة، واتعودت على المحاضر وتسجيل اسماء الميتين. حتى اتعودت على منظر الاهالي وهم بيعيطوا على اولادهم، او حتى الجثث اللي ملهاش اهل وماتوا في حوادث طرق. انا بعتبر دي حاجة كويسة ان ربنا الهمني الاحساس ده علشان اعرف اعمل شغلي. وبقى الموت عندي شكله اهم من الحياة. الميتين هاديين ومفيش منهم اذى، الاذى الحقيقي من اللي لسه عايشين يظلموا بعض وياكلوا حقوق بعض ويأذوا بعض. اما الميت فساكت وما بيطلبش حاجة. المشرحة اللي انا شغال فيها معروفة وموجودة في مستشفى قديمة حبتين، وكانت في اخر طرقة جانبية من المستشفى بعيد عن الاستقبال والزحمة. وهي عبارة عن أوضة كبيرة فيها تلاجات الحفظ على الشمال، وترابيزة التشريح الاستانلس في النص، وحوض غسيل وتعقيم، ودولاب ملفات، ومكتب صغير عليه كشاف ودفتر النبطشية. وفي آخر الطرقة باب يطلع على جنينة صغيرة خلفية ضلمة. وكنت ساعات أطلع أخد نفسي أو أشرب شاي وأنا ببص على العماير وسور المستشفى. الوردية بتاعتي كانت بتبدأ من 9 بالليل لحد الساعة 9 الصبح. في الساعات الأولى من ورديتي الدنيا بتبقى مفهومة، عربيات إسعاف وحوادث شرطة. وبعد الساعة 2 بالليل كل حاجة بتهدى، بس دايما كل شوية في المشرحة أسمع صوت، مرة صوت مية في ماسورة، ومرة صوت عجلة سرير بتتحرك، أو ساعات صوت معرفش ده إيه أصلا. بس عمري ما كنت بدي أي اهتمام. اللي يشتغل في مكان زي ده لو ركز مع كل صوت هيتجنن. وعدت سنين وسنين وأنا على ده الحال، لحد ما جت ليلة وكل حاجة اتغيرت. كنا في آخر شهر نوفمبر، الجو برد والدنيا بتندع والمية بتنزل على إزاز الشباك، والدنيا في المستشفى أهدى من العادي. وكان عندي حالتين بس متسجلين في الدفاتر: راجل كبير مات من العناية بعد جلطة وكان لازم ينزل التلاجة، وبنت شابة جاية من حادثة على الطريق الزراعي. حاجة مهمة لازم تعرفوها، مش كل الحالات في المشرحة لازم تكون ميتة بطريقة فيها شبهة جنائية. في ناس بتموت في المستشفى عادي، بس بتنزل الحالات للحفظ في التلاجة علشان الدفنة تاني يوم. وليلتها على الساعة 2:30 بالليل كده الدكتور النبطشي خلص اللي وراه وخرج، وقال لي لو عوزت اي حاجة اتصل بيا. وانا فضلت لوحدي وعملت شاي على السخان الصغير بتاعي وقعدت اراجع الدفاتر كعادتي. كنت بحب اتاكد من شغلي واني منسيتش اسجل اي حاجة في البيانات. وانا بقلب في الورق سمعت صوت جاي من ناحية ادراج التلاجة، تحديدا في صوت درج بيتفتح بالراحة. رفعت عيني وبصيت ولقيت فعلا درج من الادراج مفتوح فتحة صغيرة. استغربت لاني فاكر كويس لما تممت عليهم كان مقفول، فقمت وقلت يمكن انا فتحته ونسيت اقفله، ومسكت المقبض وجيت ازقه لجوه. وقفت مكاني مصدوم وعينيا برقت لاني لقيت جواه جثة راجل متغطية لحد نص الصدر بملاية بيضة ووشه ظاهر. انا وقتها ما خفتش، لان اللي جه في بالي ساعتها ان حد من العمال او الامن جاب حالة جديدة وانا في المكتب ونسي يبلغني. عادي بيحصل، لان المستشفى فيها استهتار وكل واحد بيرمي اللي عليه ويجري. قربت من الجثة وبصيت عليها ولقيتها راجل في حدود اواخر التلاتينات، دقنه خفيفة وشعره اسود
وفي قرطه كده كان في جرح كأنها خبطة قديمة. الأغرب إنه لابس من فوق قميص كحلي مفتوح، وتحت الملاية باين طرف بنطلون جينز غامق ولونه زي لون الجثة بالظبط. ما كانش لون واحد ميت ودخل من ساعات طويلة، ولا في انتفاخ ولا علامات غريبة. وده ما وقفنيش، حالات كتير زي ما قلت بتنزل من فوق من المستشفى بمجرد ما بتحصل الوفاة. قلبت في جيوبه ما لقيتش لا محفظة ولا بطاقة ولا موبايل، وده ضايقني شوية لأن أي حالة لازم يبقى معاها حاجة أو ورقة تقول مين ده. كده الاستهتار بقى أكتر بصراحة، لأنهم لو كانوا جابوا حاجة وأنا بره مفروض بيسيبولي ورقة تقول مين ده. رجعت قعدت على المكتب وبدأت أسجل مواصفات الراجل لحد ما أعرف مين جابه. اتصلت بأمن البوابة وسألت لو حد نزل من فوق بحالة وأنا مش موجود، فقال لي لا محدش دخل المشرحة. اتصلت بالاستقبال ولقيت نفس الرد. رجعت قفلت الدرج عليه، بس قبل ما اقفله بصيت في وشه تاني. وشه عادي جدا مفهوش اي حاجة ملفتة، لكن في احساس مش مريح ويسيب لك طابع خوف. قفلت الدرج ورجعت قعدت وانا بفكر، والساعة عدت 4 ولا حس ولا خبر. فاتصلت بالدكتور وقلت له ان في جثة جديدة في التلاجة بس مفيش اي ورق. سكت شوية وبعدين سألني اني اذا كنت متأكد انهم مش حالة من الحالتين اللي سكنهم الدرج من شوية. ولما اكدت له انها جثة جديدة قال لي انه نازل. وبعد ربع ساعة دخل المشرحة وفتحنا الدرج سوا، والدرج كان فاضي ومفهوش اي جثة. دكتور وسام بصلي ساعتها بصة كده اللي هو اني اتهبلت او اتجننت، وانا معرفتش الومه لان اللي شفته اختفى قدامنا وكأنه ما كانش ليه وجود اصلا. فضلت افتش التلاجة كلها وفتحت الادراج واحد واحد واتأكدت بس من الحالتين المسجلين، الراجل الكبير والبنت اللي جاية من الحادثة، ومفيش غيرهم. وحكيت للدكتور على كل حاجة من اول الدرج اللي كان مفتوح لحد شكل الراجل والجرح اللي في قرطه. سكت شوية وبعدها قال لي اني محتاج اغسل وشي واشرب قهوة علشان افوق، لان السهر ساعات بيهلوس للعقل ويخليه يشوف حاجات ملهاش وجود. ما كانش قدامي غير اني اسكت، اصل هقول ايه يعني، بس من جوايا متأكد اني شفت الجثة فعلا. وعدت الليل على كده. وتاني ليلة رحت شغلي واستلمت الوردية عادي. راجعت الدفتر وعديت على التلاجة وكل حاجة كانت تمام. ولما الساعة عدت 2:30 كنت بعمل كوباية شاي، وساعتها سمعت نفس الصوت بالظبط، صوت درج بيتفتح بالراحة كأن حد جوه وبيزقه بإيده سنة سنة لبره. جسمي كله اتخشب، بس بعد لحظات اتحركت ومشيت ناحية التلاجة. الدرج المرة دي كان التاني من تحت ناحية اليمين. خدت نفسي وبصيت جواه ولقيت جثة ست كبيرة، شعرها أبيض ومبلول وبقها مفتوح على الآخر، وفي رقبتها كدمة سودا عريضة كأن حد خنقها. أنا مرة واحدة بقيت زي الصنم وجسمي تلج، مش عشان شفت جثة، أنا شغال وسط الجثث عمري كله، لكن عشان أنا عارف إن الست دي جثتها ما كانتش موجودة من شوية. جريت على الدفتر رجعته ومفيش حاجة متسجلة زي الليلة اللي قبلها بالظبط. فتحت باب المشرحة وبصيت في الطرقة وناديت على الأمن، ولكن ولا حد بيقول حاجة مفيدة. فرجعت تاني للدرج ولقيت الست لسه مكانها، لكن المرة دي عينيها مفتوحة. أنا متأكد إن لما شفتها أول مرة كانت مغمضة. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وقربت وأنا أول مرة أحس إني خايف. وساعتها شفت نين العين طالع لفوق وبعدها نزل ببطء وبقت بصة ناحيتي. اتفزعت ورجعت لورا مرة واحدة لدرجة إني اتخبطت في الترابيزة. وفي اللحظة دي سمعت صوت خفيف جدا زي حد بيحاول ياخد نفسه بالعافية. ولما ركزت لقيت ان الصوت طالع من الجثة نفسها. قربت وانا مش قادر امنع نفسي والصوت اتحول لكلام بس مش مفهوم. بس ركزت اكتر لحد ما فهمت جملة واحدة بس: الدولاب. لفيت على دولاب الملفات القديم وانا مش فاهم اي حاجة ولا بعمل ايه، ولقيتني من غير اي ارادة مني بفتحه وكأن حاجة بتجبرني اعمل كده. وبمجرد ما فتحته وقع منه ملف اصفر وقديم على الارض. اخدته وفتحته ولقيت الورق جواه دايب، ولقيت اسم ست ماتت في عنبر البطنة، ولقيت ملاحظة اشتباه اعتداء والتاريخ اللي على الملف من قبل ما انا اتولد اصلا. وسرحت اللحظات، معقول الست دي حد موتها والموضوع اتحفظ؟ والاهم من ده كله، ما انا موجود هنا بقالي سنين وسنين، اشمعنى ده كله بيحصل دلوقتي؟ ما انا لازم افهم واعرف. اتحركت ورحت ناحية الدرج، بس الدرج كان مقفول مش مفتوح. فتحته بسرعة ولما بصيت جواه
لقيته فاضي. من الليلة دي حسيت إني لازم أكتب كل حاجة بتحصل لي، يمكن في يوم لما أحكي كل ده حد يصدقني، أو يمكن لو جرالي حاجة ألاقي حد يحكي حكايتي. حسيت للحظة إني ممكن أموت من الرعب ده، وإن اللي بيحصل معايا ده غريب وعمره ما حصل لي السنين اللي فاتت. في الليلة اللي بعدها فضلت قاعد في المشرحة، ومن أول ما استلمت الوردية وبعد 3 ساعات مرة واحدة النور قطع لثواني ورجع تاني. وبمجرد ما النور رجع سمعت صوت عجلات سير بتتحرك أو ترول بيتحرك بره في الطرقة، لحد ما جه عند باب المشرحة ووقف قصاده. وقبل ما أقوم أو أفكر أتحرك الباب خبط 3 خبطات ورا بعض. فضلت قاعد مكاني وجسمي اتشل، مش قادر حتى أبلع ريقي من الخوف. وساعتها الخبط وقف وسمعت صوت حد بيسحب حاجة تقيلة على الأرض. الأغرب بقى من كل ده واللي خلى قلبي يقع في رجليا إني سمعت صوت باب المشرحة بيتفتح بالرغم إنه قدامي مقفول. والسحب ده استمر لحد باب التلاجة، وفجأة واحد من الأدراج اتفتح ببطء لوحده حتة صغيرة. فضلت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وجسمي كله بيتنفض ومش عارف أتلم على نفسي. وفضلت قاعد مكاني مش قادر أتحرك فترة، والدرج مفتوح فتحة صغيرة زي ما هو، بس لازم أقوم. اتسندت على الكرسي وصلبت طولي وقلت لنفسي عادي، ما أنا طول عمري وسط الجثث وما حصلش أي حاجة، أكيد كل ده تهيؤات أو أنا كبرت وخرفت. واتحركت ببطء وأنا رجليا شايلاني بالعافية ناحية الدرج المفتوح، ومسكت المقبض وفتحته أكتر. وساعتها صرخت واتخشبت مكاني. شفت ولد صغير عنده يمكن 10 سنين ونص، وشه مسلوخ وايده اليمين مفرودة وطالعة برا الدرج، وماسك في ايده عربية حمرا لعبة مكسورة. اعصابي ثابت وانا بترعش، وقربت اكتر للواد ولقيته باصص للسقف ومبرق وفي دموع ناشفة على خده. دي اول مرة في حياتي اشوف جثة شكلها زعلان. وفي اللحظة دي انا صرخت وصوتت باعلى صوت عندي، لان العربية اللعبة وقعت من ايده على الارض من غير ما المسها. انا وقتها ما قدرتش اعمل اي حاجة غير اني رجعت لورا لحد ما ظهري خبط في الحيطة، وفضلت باصص للعربية وهي على البلاط. مجرد عربية صغيرة ومكسورة وعادية جدا، لكن وجودها في اللحظة دي كان أبشع من الجثة نفسها، لأن الجثة ممكن أقول عليها تهيؤات سهر زي اللي قبلها أو لحظة خوف لعبت بدماغي، إنما العربية موجودة فعلا وقدامي على الأرض. وسمعت صوت خبطتها وهي بتقع، وفضلت واقف مكاني متنح لثواني. وقتها سمعت صوت كان جاي من بره، صوت الأمن في الطرقة، وكان باين إن صرختي وصلت لهم. فجريت على الباب وفتحته ودخلوا معايا، وانا كنت بشاور ناحية الدرج ومش قادر اتكلم. ولما بصوا عليه ما كانش فيه حد، لا ولد ولا جثة ولا اي اثر، واللي انا شفته اختفى في ثانية. وما حكيتش ليهم غير جزء صغير، وقلت اني اتخضيت لما لقيت درج مفتوح وفي صوت خبط. قلت كده لانهم مش هيصدقوني، لكن طبعا من جوايا كنت متأكد ان اللي بيحصل ده مش تهيؤات ولا هلاوس. وبمجرد ما خرجوا ببص لقيت العربية مكانها على الأرض. ما بقيتش فاهم حاجة نهائي، ومعرفش البرود ده نازل عليا منين. ووطيت خدت العربية وحطيتها في درج المكتب وقفلت عليها بالمفتاح. قعدت بعدها على الكرسي وانا حاسس ان غريب في المكان اللي انا حافظ كل ركن فيه. والاول مرة من سنين معرفش ارفع عيني ناحية التلاجة. فتحت الدفتر اللي بكتب فيه وكتبت اني شفت طفل ميت وان اللعبة فضلت موجودة. ووقتها حسيت ان الكتابة هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحسسني اني ما اتجننتش وعندي عقل. ولما خلصت كتابة كان الفجر أذن، فقمت صليت وحسيت اني احسن. وبعدها الصبح طلع والوقت عدى وروحت بيتي. الحياة عادية جدا، الناس نازلة أشغالها والعيال رايحة مدارسها والفرن فاتح وبياع الخضار بيرص حاجته وكل حاجة تمام، إلا جوايا أنا. الحياة اتغيرت بالكامل وأنا شايل جوايا سر مش هينفع يتحكي لأي حد، لأن أي حد هيسمعه هيبصلي نفس البصة بتاعت الدكتور وسام وهيقولي انت اتجننت يا منصور او عجزت والعجز خلاك تخرف. دخلت شقتي وقفلت الباب، وكان مفروض اعمل زي كل يوم اقلع هدومي واكل لقمة وانام، ما انا عايش لوحدي. لكني فضلت واقف في الصالة
وباصص على المطبخ ومش قادر ابطل افكر في الادراج، لحد ما رحت الحمام اغسل وشي وفتحت الحنفية، وفي اول ثواني نزلت المية عادية، وبعدها بدأ اللون يتغير لحد ما بقت حمرا وغامقة. وقفت ابص لها ومش مستوعب، وقلبي بيخبط في صدري. ولما قفلت وفتحت تاني نزلت صافية وعادية. في اللحظة دي حسيت اني متراقب، وان الحاجة اللي ظهرت لي في المشرحة ما وقفتش عند باب المستشفى وخرجت ورايا لحد البيت. بس في اللحظة دي كنت حاسس اني تعبان، فدخلت نمت وما حسيتش بنفسي. وصحيت بالليل رحت الشغل عادي، وتممت على كل الادراج انها مقفولة، وراجعت الحالات بنفسي وبدأت اعدها. وفضلت صاحي ومركز من اول الليل لحد ما الساعة عدت 2، وبعدها على طول سمعت صوت خبط جاي من الادراج بتاعة المكتب. وقفت مكاني لثواني وانا حاسس ان الدم نشف في عروقي. وفي اللحظة دي سمعت صوت درج التلاجة بيتفتح. رفعت عيني ولقيته درج من فوق ناحية الشمال، ولما قربت منه شفت جثة راجل عينيه مربوطة برباط اسود ووشه متشقق وكأن جلده ناشف واتكسر، وصوت الخبط لسه شغال. عارف زي ما تكون بتخبط بصبعك الكبير كده على الترابيزة بخبط منتظم، كأنه بينبهني من حاجة لازم اخد بالي منها. بلعت ريقي ولما قربت منه لمحت حركة بسيطة في شفايفه، وما قدرتش افضل واقف ورجعت لورا بسرعة. ولما رفعت عيني الدرج كان فاضي. رجعت البيت يومها وانا اول مرة احس ان الرعب اللي بشوفه في المشرحة اهون من اللي بقيت اشوفه في شقتي، لان في الشغل انا فاهم ان اللي بيحصل لي ليه علاقة بالمكان، لكن في البيت ما كانش فيه اي حاجة مقنعة. انا رجعت تعبان فدخلت نمت، ولكن صحيت على صوت خبط على باب الشقة. ولما بصيت من العين السحرية ما كانش في حد، بس العربية الحمراء بتاعت الطفل اياه كانت واقعة على الارض. اتفزعت وشلت عيني بسرعة ورجعت بصيت تاني، ولقيت واحد جه خد العربية ومشي. شخص انا ما شفتوش قبل كده بس شفت ملامحه كويس. فتحت الباب بسرعة ما لقيتش اي حاجة، خفت انزل بصراحة، ولحظتها انا ما بقيتش فاهم اي حاجة ولا ايه اللي بيحصل. وقفت ساعتها في نص الصالة وانا حاسس ان الدنيا بتلف بيا. فكرت اكلم حد من عيالي، بس المشكلة انهم بنات وكل واحدة من التلاتة عندها جوزها وبيتها وعيالها، اكيد محدش هيجي يقعد معايا. ولو حتى واحدة منهم جت او حتى التلاتة، مين هيجي يقعد معايا في الشغل؟ بعدها بأيام بدأت أشوف نفسي أو حد شبهي في أماكن مختلفة، مرة انعكاس في إزاز باب المستشفى، ومرة في المواصلات، ومرة في مراية الحمام. لكني كنت برجع وأقول توتر لحد الليلة اللي شفته واقف فيها بوضوح عند باب المشرحة. ما كانش بيقرب ولا بيبعد ولا بيرعبني بطريقة مباشرة، مجرد واحد شبهي واقف. والشخص ده وجوده كان مختلف، وكل ما بشوفه ما بقدرش اقوم ولا اتحرك الا لما الشخص ده يختفي. ده عكس كل اللي شفته قبل كده. ومن بعدها فقدت الاحساس بالوقت، وبقيت اوقات ارجع البيت انام واقوم الاقي نفسي لابس هدوم الشغل، او اروح المشرحة وافتكر اني لسه قاعد في بيتي وكأن المسافة بينهم اتلغت والمكانين بقوا حاجة واحدة. رحت المشرحة وانا خلاص ما عنديش قوة خاف. الرعب وصل لدرجة انا عمري ما تخيلت ان اعيشها، وبقى زي مرض عشش في عقلي وجسمي. استلمت ورديتي والدكتور وسام لمح اني شكلي متغير وسألني عن كده، لكني ما قدرتش اشرح له اي حاجة. كل اللي قدرت اقوله ان لو حصل لي حاجة يفتح درج المكتب. وقعدت الليلة دي مستني، لكن الغريب ان ما حصلش اي حاجة لفترة طويلة. فاستغليت الوقت ده وقعدت اكتب كل اللي حصل، ونسيت اكتب لحد الكلام اللي دار بيني وبين دكتور وسام. وحسيت المرة دي احساس انه يقين ان دي لحظاتي الاخيرة في الدنيا واني خلاص هموت. فقمت اتوضيت وصليت، والساعة كانت عدت 1. فضلت وكملت أصلي لحد الساعة 2:30. المكان هادي، لا خبط ولا هبد ولا درج بيتفتح. وبدأ الإحساس يتسرب جوايا إن الجثة اللي كنت مستنيها مش هتيجي من بره، هي بالفعل موجودة أصلا. في الوقت ده سمعت صوت المفتاح في باب المشرحة. الباب اتفتح ودخلت أنا، أو النسخة اللي شبهي، لابس نفس هدومي ووشه زي الميتين بين الأصفر والأزرق. وكان داخل بيزق ترولي فاضي ووقف بيه في نص الأوضة. وأنا قمت من على المكتب وبقينا احنا الاتنين واقفين قصاد بعض. لحظة أبرد من الموت نفسه،
لان الواحد ممكن عادي يستحمل جثة مجهولة، لكن ما يتحملش انه يشوف نهايته هو قصاده وشايفها بيقين انها لا يمكن تكون تخاريف. بعدها بدأت كل الجثث تظهر في جوانب الأوضة، كل الجثث اللي عدت عليا هنا والأموات اللي فرقوني وفضلت أنا في الدنيا. حتى شفت أمي وأبويا الله يرحمهم كلهم اتجمعوا حوالين ترابيزة المكتب وأنا في نصهم، والنسخة اللي مني اتحرك ناحية درج في التلاجة وفتحه بسهولة، وكان مفروض جواه ملاية بيضة ونضيفة وكأنها مستنية صاحبها. رجعت وقتها للمكتب وفتحت الدفتر وبدأت أكتب آخر كلام. كتبت إنهم ما كانوش بييجوا عشان يخوفوني أنا أصلا، الجثث دي ظهرت لأن دي نهايتي، ولما بتيجي النهاية الإنسان بيتكشف عنه حجابهم، وده كلام الحق سبحانه يبقى حق. يمكن النهاية مش دايما بتبقى لحظة مفاجأة، دي بتبقى قبلها بكتير والإنسان يفضل ماشي فيها من غير ما يحس. كتبت إن سايب الدفتر والمفتاح وإن دي حكايتي الغريبة والدليل إن هكون ميت لو حد قرا الكلام ده. قفلت الدفتر وحطيته في درج المكتب، والجثث فضلت محوطاني، او خلينا اقول الاموات اللي سبقونا، والمرة دي كانوا مبسوطين وفرحانين. وشفت ناس كتير بحبها فرقتني في الدنيا، جدي وجدتي وناس من صحابي، والدنيا بدأت تبرد فجأة من حواليا. أنا الدكتور وسام، ودي آخر حاجة أنا كتبتها بعد ما قريت كل المذكرات بتاعت عم منصور. وكان واضح إنه لما كان كاتب إن الدنيا بردت فجأة ساب القلم وانتقل لجوار ربي سبحان من له الدوام. وبعد اللي حصل في الليلة اللي لقينا عم منصور فيها ميت على المكتب والمذكرات والورق مفتوحين قصاده، واضح إنه ملحقش إنه يحطها في درج المكتب. عم منصور كان واحد من أحسن وأهدى الناس اللي اشتغلوا في المكان معانا، راجل أمين وعارف حدود شغله كويس، وكنت لاحظت عليه في آخر أيامه شحوب وتعب وتوهان، وكنت فاكر إن دي ضغوط سنين طويلة وسهر وليل وشغل، وما خدتش بالي وقتها إن اللي كان باين على وشه أعمق بكتير من الإرهاق. في الليلة الأخيرة احتاجنا ننزل حالة توفت تحت، واتصلت بيه وما كانش بيرد عليا. انا عارف انه ساعات كتير بيخرج ويشرب شاي او يكون بيقيم الليل، فنزلت انا بنفسي ودخلت المشرحة ودورت عليه، لقيته قاعد على المكتب وقتها وميت. وقفت وقتها مصدوم ومش قادر اصدق، لكن في الاخر فالموت علينا حق. ولما تداركت الموقف ونفسي بلغت المستشفى علشان يبلغوا بناته، وبلغت عم سعد بتاع وردية الصبح علشان يجي ويعمل اللازم، واخدت المذكرات علشان اقراها لان عيني جت على اولها، ولقيت وفهمت انه كان حاسس بالموت حواليه. ولما كملت بعد كده بقية المذكرات اتأكدت انه فهم انه ساعته جت، ومن ساعتها المذكرات فضلت عندي. بس احيانا بعد موت عم منصور وانا قاعد في النبطشية بسمع صوت خفيف جاي من اخر الطرقة، واوقات احس ان باب المشرحة بيتفتح لوحده فتحة بسيطة، واوقات وانا معدي من جنب التلاجة والدرج احس ان في حد نايم جوه. بس انا عارف ان ده تأثير العقل الباطن، خصوصا بعد ما قريت المذكرات بتاعت عم منصور. بس الحاجة الوحيدة اللي انا متأكد منها بعد كل اللي قريته ان منصور ما كانش بيبالغ لما كتب ان النهاية ساعات ما بتبقاش لحظة واحدة على الكل. لو وصلت لحد هنا دي بتكون نهاية قصتنا النهاردة، اللي حقيقي اتمنى انها تكون عجبتكم. وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في التعليقات، ولو حد فيكم عنده قصة وحابب يشاركها معانا يخش يكلمنا على الانستجرام من اللينك اللي في وصف الفيديو. وبس كده، اشوفكم على خير في قصة جديدة.